10 تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. شفاء 13 مريض كورونا اليوم. منتدى لتأطير المبتكرين والمصنعين في إقليم عنسبة. إنتاج زراعي وفير في ضاحية أقرع. مقتل وإصابة 110 أشخاص في انفجار منجم في بوركينا فاسو. واشنطن وحلفاؤها ينددون باعتراف بوتين باستقلال منطقتين أوكرانيتين. الدول المنتجة للغاز تجتمع وسط مخاوف أوروبية من تأثير الإمدادات. مرحبا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم أظهرت شفاء 13 مريض كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9689، شفي منهم 9572 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال 14 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 22 من فبراير 2022. عقد في مدينة كارل منتدى يومي 18 و19 من فبراير لتأطير الشباب هواة الابتكار والتصنيع في إقليم عنسبة. وهدف المنتدى إقامة جمعية للشباب الهاوين للابتكار والاختراع لتطوير اختراعات تأتي بحلول في المجتمع بعد دراسة أجريت في مديريات كارل وحقات وعلى برعد وعتكليزان. وأوضح مسؤول التصنيع في وزارة التجارة والصناعة في إقليم عنسبة السيد منقست أب ساميل أن الهدف الأساسي تنظيم المهنيين المخترعين وتطوير الاختراعات لتوظيفها لخدمة الوطن. وذكر سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد هايلة ولد برهان أن الاختراع والصناعة متجذرة في إريتريا، مشيرا إلى أن الاختراعات والابتكارات التي تقدم في مختلف المناسبات تعكس القدرات الكامنة، مؤكدا على أهمية المنتدى. ودعا المشاركون في المنتدى من ذوي التجربة في الاختراع والابتكار الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وشركائه على العمل الجاد لتشجيع المبتكرين والمخترعين وتأطير المدارس للطلاب في أندية حسب هواياتهم. وأصدر المنتدى قرارات وتوصيات للعمل بالبرامج المقدمة حسب أولوياتها. وقال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى إن المنتدى جرس تفعيل النشاط، وأن إدارته ستسهم لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة. ذكر سكان ضاحية أقرع في مديرية نقفة حصاد محصول وفير نتيجة التنظيم والقيام بأنشطة فاعلة لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح المزارعون بأن شح الأمطار وعدم متابعة أراضيهم الزراعية التي خربتها سيول الخريف قبل الماضي خفض من إنتاجهم الزراعي، لكن تمهيد أراضيهم الخريف الفائت ساعد لرفع الإنتاج. وأوضح مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس أن المزارعين اكتسبوا الخبرة الكبيرة، داعيا العمل لبناء وصيانة المجاري التحويلية للتنمية المروية. وتوجد مساحة حوالي 2000 هكتار من الأراضي الزراعية في أقرع العال وأقرع تحت. دعا سكان مديرية قندع مدراء الضواحي المنتخبون في 15 ضاحية العمل بقوة للدفع ببرامج التنمية وجودة الخدمات الاجتماعية. وتم في الانتخابات التي جرت من الأول وحتى 19 من فبراير انتخاب 12 مدراء كانوا في العمل و3 مدراء جدد و8 نواب مدير، بينهم 3 امرأة كانت في العمل و8 جدد، إضافة ل 149 من لجان القرى بينهم 52 امرأة.
وأكد المدير التنفيذي في إدارة مديرية حقات السيد تخلة هيمانوت موسائيل لوكالة إيرنا على المشاركة الكبيرة للمواطنين في العملية الانتخابية. أعلن مركز التدريب المهني في ساوا في التقرير الذي أجراه يوم 19 من فبراير العمل لتوطيد العلاقة بين المعلمين والآباء والرعاة وحل النواقص لتمكين الطلاب من اكتساب المعرفة. وأوضح مدراء مجالات التدريب في التقارير التي قدموها أن التدريس بدأ هذه السنة في أوانه لتواجد الطلاب والمعلمين في الزمن المحدد وإكمال الاستعدادات المسبقة. وذكر مدير مركز التدريب المهني في ساوا الأستاذ تسفاي تولدي أن على المعلم أن يكون متفانيا ومخلصا ومهتما، ويجب عليه معرفة كفاءة وقدرة الطالب بدقة، مناديا لتعزيز تنسيق وجهود كافة الشركاء للارتقاء بقدرات الطلاب. وطالب المعلمون لتوفير مسبق لجميع أدوات التعليم التطبيقي وتقوية العلاقة بين المعلم والطالب والراعي وخلق فرص للطلاب للقيام بأعمال تطبيقية في المؤسسات الموجودة في محيطهم. وقال قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي في الكلمة التي ألقاها إن المعلمين لديهم مسؤولية ترسيخ قيم وثقافة المجتمع في الطلاب إلى جانب التعليم المهني الذي يقدمونه، مؤكدا استعداد المركز لتقديم المتطلبات. ويقدم مركز التدريب المهني في ساوا حاليا التدريب في 12 مجالا مهنيا ل 23,137 طالب تحت إشراف 120 مدرس. كرم سكان مديرية علي القاش أعضاء قوات الدفاع العاملين في التنمية بالمديرية في حفل نظموه يوم 20 من فبراير. وأوضح مدير المديرية السيد جدي استيفانوس أن أعضاء قوات الدفاع يقومون بأعمال بناء الجسور وتوفير المياه وصيانة الطرق لتسير المواطنين حياة آمنة ومستقرة، وأن حفل التكريم يعبر عن الفرح والإشادة. وذكرت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية أعالي القاش السيدة فرويني جدي أن حفل التكريم نظم بمبادرة الأمهات وتنسيق إدارة المديرية. وقالت إن تكريم أفراد الجيش العاملين في التنمية يخلق الدافع. وأكد حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حروي ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تسفا ميكائيل على أن برامج التنمية والبنى التحتية الجارية في مديرية أعالي القاش تعكس العمل المنسق بين الشعب والجيش، مشيدين بمنظمي حفل التكريم. وقال قائد الجبهة الغربية العميد سمعون عقبة إن الحفل يؤكد الاستعداد الشعبي لتعزيز دوره في المساهمة للدفع ببرامج التنمية الجارية في محيطه، وأشاد بمبادرة السكان وخاصة الأمهات. أحيت الحفل فرقة أولى الفنية التابعة للجبهة الغربية. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي قتل 55 شخصا على الأقل وأصيب 55 آخرون بجروح في جنوب غرب بوركينا فاسو في انفجار وقع في مخزن للديناميت قرب منجم غير شرعي لاستخراج الذهب بحسب ما أفاد مسؤولون أو وكالة فرانس بريس. وقال مسؤول محلي إن الحادث وقع في موقع للتنقيب عن الذهب في غوم بيرو، والحصيلة المؤقتة هي حوالي 50 قتيلا. من جهته قال مصدر طبي إن حصيلة الكارثة هي 55 قتيلا و55 جريحا بينهم نساء وأطفال.
شهدت جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي تنديد الولايات المتحدة وحلفائها بأعمال روسيا ومنددين باعتراف الرئيس فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإعطائها أوامر بنشر قوات هناك باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وذريعة للحرب. وينظر إلى إرسال بوتين قوات روسية إلى شرق أوكرانيا على أنه تمهيد لنشر جزءا من القوات التي حشدها عند الحدود الأوكرانية. وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات في دونيسك ولوغانسك شرق أوكرانيا. وأثارت الخطوات الروسية تنديدا من الولايات المتحدة وأوروبا اللتين توعدتا بفرض عقوبات جديدة. ورد بايدن بإصدار أمر تنفيذي يحظر التجارة والاستثمار بين الأمريكيين والمنطقتين الانفصاليتين واستيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من هناك. وعلق المستشار الألماني أولاف شولتز المصادقة على خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 بعد أن أعلنت روسيا الاعتراف رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. وسط مخاوف أوروبية بشأن إمدادات الغاز الروسي مرتبطة بأزمة أوكرانيا، تستضيف قطر الدول الرئيسية المنتجة للغاز في إطار قمة دعي إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز الدول الأعضاء 11 التي تملك أكثر من 70% من احتياطيات الغاز في العالم، بما في ذلك روسيا وقطر والجزائر ونيجيريا، بالإضافة إلى 7 دول مراقبة و3 دول بصفة ضيف. وينعقد الاجتماع فيما تتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو عسكري لجارتها الأوكرانية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الغاز. وفي ظل سعيها لتنويع مصادرتها عن إمدادات الغاز لتقليل اعتمادها على روسيا، تتجه أنظار أوروبا إلى الأعضاء الآخرين في منتدى الدول المصدرة. أجبرت سحابة من الدخان والرماد الناتج عن ثوران بركان إيتنا مطار كاتانيا الأكبر في صقلية مع مطار باليرمو على تعليق الملاحة الجوية. وأعلن مطار فينجينوزو بيليني في كاتانيا أنه بسبب نشاط بركان إيتنا فإن المجال الجوي لمطار كاتانيا مغلق حاليا أمام حركة الملاحة. والبركان الذي يشرف على شرق صقلية عموما ومدينة كاتانيا الساحلية خصوصا تدفقت منه الحمم وتصاعد الدخان والرماد على أكثر من 10 كيلومترات وفقا للدفاع المدني في صقلية. وقال الدفاع المدني إن الرماد تناثر على الطرقات والشرفات وأسطح العديد من المراكز الحضرية في المنطقة بما في ذلك ميلو وإتشربيالي. في الختام اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. شفاء 13 مريض كورونا اليوم. منتدى لتأطير المبتكرين والمصنعين في إقليم عنسبة. إنتاج زراعي وفير في ضاحية أقرع. مقتل وإصابة 110 أشخاص في انفجار منجم في بوركينا فاسو. واشنطن وحلفاؤها ينددون باعتراف بوتين باستقلال منطقتين أوكرانيتين. الدول المنتجة للغاز تجتمع وسط مخاوف أوروبية من تأثر الإمدادات. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.